شيخ صالح، هل من يتتبع أهل الضلال ويوصل كتبهم إلى أهل العلم ليردوا عليها هل يعتبر مجاهد في سبيل الله؟ نعم، يعتبر أنه ساعن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشر العلم الناس. الله أكبر. الشيخ أحسن الله إليك، سؤال آخر يا شيخ. شيخ، يوجد كتاب أحسن الله إليك في شبكة الانترنت، هذه شبكة يا شيخ اسمها سحاب السلفية، كتاب بعنوان العذر بالجهل عند أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، المؤلف اسمه رشيد بن أحمد عويش المغربي. الشيخ أحسن الله إليك وجزاكم الله خير. هذه جماعة إرجاء، هذه جماعة إرجاء ابتلينا بها من الداخل والخارج، ولكن نسأل الله أن يكفينا شره. أحسن الله إليك، بس يا شيخنا لو نقرأ عليك عبارة. معروف يا شيخ، هذا مذهبنا الآن نبت عندنا، ويمده ناس من الخارج يقولون بالإرجاء وأنكم تكفرون الناس إذا قلتم إن المشرك كافر وأن ذا كافر، يقولون لا، هذول جهال ما يكفرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قصدهم. لكن قصدهم دفن هذه الدعوة. لا حول ولا قوة. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دفنها، ويصير الناس كلهم مسلمين، اللي ينطق بالإسلام مسلم ولو فعل ما فعل. أعوذ بالله. والشيخ أحسن الله إليك، لو تحبون الشيخ نقرأ لكم الكلام هذا بس لو ما أعرفه، أنا جاري كلامهم وعارفهم ومخاطبهم. الله يجزاك الجنة. كلنا بهم، عسى الله يهديهم ويكفينا شر. آمين. يا شيخ بس السؤال الأخير يا شيخ،